السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة معدنا مع فيلم سولو فلايت. فيلمنا بيبدأ مع المعلم تشينج وهو ماشي مع التلميذ بتاعه رايحين لوادي اسمه وادي الثعالب النقية. في الطريق بيدخلوا هما الاتنين وبيقعدوا في مكان علشان يرتاحوا. المعلم بيتكلم مع تلميذه وبيقول له إن المهمة بتاعتهم مش سهلة. بيعرفوا ان الشياطين عايزين يقضوا على عرق الثعالب النقية وهم لازم يمنعوهم، وبيعرفوا انهم بيدوروا على نوع من الجوائز اسمه القماش الذهبي وهم لازم يكونوا مستعدين ليهم لان الشياطين ممكن يهاجموهم في اي وقت. بس لما هما بيتكلموا بيفضل التلميذ يتمشى في المكان وبيشوف تابوت مفتوح وبيكون جواه بنت. التلميذ بيقرب من التابوت ده وبيكون عايز يتفرج على اللي جواه، لكنه بيتفاجئ ان البنت دي تبقى واحدة من الشياطين الثلاثة. فجأة بتتحول وبتقدر انها تغير شكل جسمها وبتخليه طويل جدا، وكمان بتتحكم في الاغصان اللي في المكان كلها وبتكتفه. ساعتها بيستغيث بالمعلم بتاعه وبيطلب منه انه يساعده وينقذه من الشياطين. المعلم بيقوم بسرعه بيستخدم السيف وبيرميه على الاغصان علشان يقطعها. فعلا بينجح انه يقطع الاغصان وبيقوم علشان يقتل الشياطين دول. فجأة بتظهر القائدة بتاعة الشياطين واللي اسمها تشاو، تتكلم مع المعلم وبتقول انها تديله فرصة اخيرة انه يسلم القماش الذهبي وفي المقابل هتسيبه يعيش. المعلم بيرفض وبيقول لها انه مش هيقتلها هي والشياطين اللي معاها، اخر نفس فيه. فبتقول انها تخلص عليه هو وكل عرق الثعالب النقية، وتؤمر اللي معاه انهم يقتلوه. لكن المعلم بيكون قوي جدا وبيقدر انه يصد ضرباتهم ويبعدهم عنه. ساعتها بتضطر تشاو انها تدخل بنفسها وتحارب المعلم وبتنجح انها تهزمه وتاخد منه القماش الذهبي. بتقول انها كده هتدور على الجزء الثاني علشان تاخد القوة الكاملة. بعدها بنروح للقرية وبنشوف كبير الشيوخ واللي اسمه لاو وهو في المكتبة بتاعته، بيجيله المساعد بتاعه شيوون وبيقول له ان الحكماء قدروا يحموا البوابة بالطاقة بتاعتهم، لكنها مش هتقدر تستمر اكتر من نص شهر بس وهتنهار. بيقولوا له انهم لازم يكونوا ايد واحدة ويتحدوا مع بعض علشان يحموا البوابة ويمنعوا الشياطين من المخطط بتاعهم. في الوقت ده بتكون تشاو بتتكلم مع الاتباع بتوعها من الشياطين وبتقول لهم انهم لازم يجيبوا لها النص التاني من القماش الذهبي ولازم يعرفوا مكان وادي الثعالب النقي، وبتعرفوا انها مستعدة تخلص عليهم كلهم لو فشلوا في المهمة بتاعتهم. وبيكون معاه واحد من وادي الثعالب وبتفضل تعذبه علشان يعترف لها بمكان الوادي، لكنه بيكون رافض يتكلم وده بيخليها تعذبه اكتر وتستنزف روحه لحد ما بيموت. بعدها بنروح لشاب اسمه هونج وهو بيستعد علشان يروح المدينة ويدخل اختبارات أكاديمية الفنون القتالية. ونعرف ان هونج يبقى وريث قصر عيلة هونج المشهورة ومامته كانت من اول مقاتلات في الامبراطورية كلها. وبنشوف هونج لما بيوصل على المدينة وبيشوف اسمه في قائمة اللي هيقدمه في الأكاديمية، لكنه بيتفاجئ انه مش مسموح له انه يدخل الاختبارات من الاساس. ولما بيسأل عن السبب بيقول اللي مسؤول عن الاختبارات انه ضعيف ومش هينفع يدخل معاهم الأكاديمية لانها للأقوياء بس. ساعتها بيتضايق هونج وبيقول له انه مش ضعيف، لكن المسؤول عن الاختبارات بيقوم يضربه وبيوقعه على الارض وبيقول له انه اثبت ليه انه ضعيف. وهونج فعلا بيكون مش عارف يرد له الضربه، بيقرر انه يلم حاجاته من على الارض ويمشي. في الوقت ده بيتفاجئ بحراس بينادوا عليه وبيطردوه علشان يقبضوا عليه. هو بيكون مش فاهم هو عمل ايه. بتظهر بنت اسمها لي وبتساعده وبتاخده معاها وبيجروا هما الاثنين. ولما الحراس بيرموا عليهم الاسلحه بتقدر لي انها تحمي هونج وبتهرب بيه وبيروح على الغابه. هناك بيسالها ليه الحراس دول بيطردونا وبيسالها لو كانوا من قصر هونج ولا لا، لكن لي بتقول له انه دول مش حراس ومش من قصر هونج وان دول شياطين وجايين يقبضوا عليك علشان انت الوحيد اللي هتقدر تنقذ عرق الثعلب النقي. بيستغرب هونج وبيقول لها انه مش شخص قوي ولا بطل علشان ينقذ عرق الثعلب النقي، لكن ليه بتعرفه ان لسه في حاجات كتيره هو معرفهاش عن نفسه. وفي الوقت كلمه في ده بيظهر مجموعه من الشياطين وتشاو بتكون معاهم علشان يمسكوا هونج وليه، والاتنين بيجروا منهم لحد ما بيقدر مجموعه من الشياطين انهم يمسكوا هونج، لكن بترجع وبتساعده وبتبعدهم عنه وبيفضلوا يجروا هما الاتنين لحد ما بيستخبوا وبيحسوا انهم بقوا في امان اخيرا. فجأة هما الاتنين بيقعوا في حفرة كانت مخفية في الأرض ويلاقوا نفسهم في المخبأ بتاع روح الثعلب النقي. ولما بيسألهم عن سبب وجودهم هنا بيقولوا له إنهم ما كانوش يعرفوا إنه موجود هنا وهم جم بالصدفة. فبيقول لهم إنه ممكن يخلص عليهم، لكن بيكون محبوس ومش قادر يخرج من السجن بتاعه. وساعتها بتطلب ليه من هونج إنهم يهربوا بسرعة. فعلا بيخرجوا هما الاتنين من الحفرة دي وبيتفاجئوا تشاو كانت في انتظارهم ومعاها القوات بتاعتها وبيضربوا هونج علشان يخلصوا عليه. لكن بيظهر المعلم لاو وبيحارب تشاو وبيقول لها إنها مش هتأذي حد منهم تاني. تشاو بتكون عارفة المعلم لاو. الاتنين بتحصل بينهم معركة، لكن تشاو بتهرب في الآخر وبتقول للاو إنهم هيتقابلوا مرة تانية. بعد شوية بيكون هونج نايم وبيفضل يفتكر لما كان طفل صغير وكان عايز يتعلم الفنون القتالية وفي القصر كانوا مانعينه إنه يتعلم أو يكون قوي. بيفتكر لما مامته كانت تعبانة وبتموت هو ما كانش عارف يعمل لها حاجة، وده بيسبب له كوابيس وبيفضل ينادي عليها لحد ما بيقوم من النوم مخضوض. ساعتها بيخرج بره علشان يتمشى شوية وبيقابل المعلم لاو بيعرفه بنفسه بيقول له إن زعيم عرق الثعلب النقي وبيطلب منه يمشي معاه علشان يتكلموا مع بعض شوية. فعلا بيمشوا هما الاتنين وبيروحوا يتفرجوا على القرية.
بيحكي له لاو إن من 20 سنة حصلت حرب قوية بين البشر وبين قوى الشر اللي هم الشياطين. المعلم بوهو قدر يلاقي الطريقة اللي يقتل بيها الشياطين، لكن المعركة كانت قوية والبشر خسروا فيها في النهاية. ساعتها المعلم قرر إنه يفصل القماش الذهبي ويخليه قطعتين، وادى المعلم يوهو قطعة وخلى القطعة التانية في وادي الثعالب النقية، وعرفوا إن الشياطين لو جمعوا القطعتين وفتحوا البوابة هتكون قوى الشر اتحررت وسيطرت على الوادي ومحدش هيقدر يمنعهم. ولما بيقول لهونج انه مش هيقدر يعمل حاجه وانه شخص ضعيف ومش متقن لاي نوع من انواع الفنون القتاليه، بيعرفوا له انه شخص قوي وموهوب بالفطره. وبيقول له والدته كانت رئيسه الوادي وهي اللي ساعدتهم يبنوا الحاجز اللي بيمنع الشياطين انهم يوصلوا هنا. فبيستغرب هونج لان ما كانش يعرف ان والدته كانت بالاهميه دي وانها كانت قويه كده. ولما بيسمع كلام له بيحس انه متحمس وبيبدا يفكر ازاي يساعد عرق الثعالب النقيه. بيقول له انه عارف انه لسه مش قوي كفايه علشان يساعدهم، بس بيعرفوا ان هو الوريث اللي كانت والدته بتعلمه، هو عنده نفس الموهبه دي بس محتاج انها تتطور شويه. وبيديله كتاب وبيقول له ان والدته سابت الكتاب ده قبل ما تموت وهتلاقي فيه كل الفنون القتاليه وطرق الدفاع عن النفس. ولو بيقول له انه جاب صديق علشان يدربه ويعلمه الفنون القتاليه، وبيجي المساعد بتاعه اللي اسمه شيوون وبيعلمه ازاي يستخدم طاقته الروحيه وازاي يقدر يسيطر على قوته. وبعد ما بيخلص التدريبات بيطلع يقف مع ليه وبيتفرج على القرية وبيحس انه متعاطف مع اهل القرية ومتضايق من اللي الشياطين عاملينه في القرية، وده بيديله دفع اكبر انه ينتقم منهم. تاني يوم بقى بيكملوا التدريبات بتاعتهم وشيوون بيفضل يتكلم معاه عن المهمة بتاعته وانها كبيرة ولازم يركز في كل التفاصيل علشان ما يديش فرصة للشياطين انهم ينتصروا عليه. اثناء ما هما بيتكلموا بيحصل هجوم من الشياطين على القرية وبيجروا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وهناك بيكون المعلم لاو بيحاول انه يصد الهجوم لكنه بيتصاب في المعركة دي. بيقول لهم ان كلهم لازم يمشوا من هنا ويهربوا في اسرع وقت لان الوضع بقى خطير جدا والشياطين ممكن يسيطروا على القريه في اي وقت وده هيخلي حياتهم كلها في خطر. ساعتها بيقرر شيوون انه يروح يتكلم مع تشاو وبيعمل معاها صفقه، ويقول لها انه خايف على نفسه وعلى عيلته وبيطلب منها تسيبهم في حالهم. في المقابل بتطلب من تشاو انها تعرف منه مكان القريه بالظبط وازاي تدخل من البوابه بتاعتها، لكن طبعا شيوون مش بيرضى يقول لها حاجه، لكن لما بتضغط عليه بيوعدها انه يحاول يتصرف. فعلا بعد شويه بيروح شيوون على القريه وبيفضل يتكلم مع كل اللي فيها، بيخليهم يخافوا وبيقول لهم انهم مستحيل يفوزوا في الحرب بتاعتهم ضد الشياطين. علشان كده بيطلب من سكان القريه انهم يعملوا اخلاء للبيوت بتاعتهم ويسيبوها ويمشوا. طبعا السكان كلهم بيفضلوا يهتفوا ويقولوا ان دي القريه بتاعتهم ومش هيسيبوها مهما حصل، وبيكونوا رافضين انهم يخرجوا منها. في الوقت ده بيكون لاو بيتكلم مع هونج وبيقول له ان هو الوحيد اللي يقدر يدخل من البوابه اللي بتربط بين عالم البشر وعالم الشياطين. يعرف ان البوابه السحريه دي موجوده تحت البحيره. فعلا بيجري هونج وبيدخل البوابة وهناك بتجيله الحارسة وبتسأله عن سبب وجوده هنا. يقول لها انه عايز يعرف ازاي يحارب الشياطين ويحمي عرق الثعلب النقي. وساعتها الحارسة بتعرف مين هي والدته وبتعرفه انها كانت من المحاربات الأقوياء جدا وكانت سبب في بناء الجسر بين العالمين، علشان كده بتديله عكاز قديم وبتقول له ان ده اللي هيساعده في الحرب بتاعته. فعلا بياخده منها وبعد شوية بيخرج وهو مغمى عليه وبيكون مش عارف ايه اللي حصل. بعد شوية بنشوف لاو وهو واقف مستني خروجه هونج وبيتفاجئ بتشاو وهي بتهجم عليه وبتقوم معركة قوية بينهم هما الاتنين. لكن تشاو المرة دي بتكون عايزة تاخد حقها وبتفكروا انها هربت منه المرة اللي فاتت، لكن المرة دي مش هتهرب وهتخلص عليه. فعلا بتقدر تهزمه في النهاية وبتاخد منه الجزء الثاني من القماش الذهبي، وكده بيكون معاه الجزئين وهتقدر تفتح البوابة. على طول بترجع على المقر بتاعها وبيكون شيوون هناك وبيطلب منها انها تسيب القرية بتاعتهم وتسيب اهله في سلام بعد ما اخدت اللي هي عايزاه. لكن تشاو بتغدر بيه وبتقول له انها مش هتسيب حاجة، قرر انها تخليه معاها اسير وبتعذبه علشان تاخد منه المعلومات اللي هي عايزاها. في الوقت ده بيكون هونج حاسس باحباط شديد جدا بعد ما المعلم لاو مات ومعرفش يعمل له حاجه، وبيقول ان عمره ما هيقدر ينقذ عرق الثعلب النقي ومش هيقدر يعمل لهم حاجه لانه شخص ضعيف. وبيرمي الكتاب اللي ورثه عن والدته في النار وبيقول ان الكتاب ده ملوش لازمه ومفيش فيه حاجه مفيده، بيخليه يتكلم معاه وتفكره بمصيره والشخص اللي كل عرق الثعلب النقي معتمد عليه. وساعتها بياخد باله من الكتاب اللي في النار وبيفهم الهدف منه ايه، بيقول انه خلاص عرف هو هيعمل ايه بالظبط. ساعتها بيروح على روح الثعلب النقي اللي محبوس وبيتكلم معاه انه عايز مساعدته في الحرب. الثعلب النقي بيقول له انه مش هيعرف يعمل له حاجه لانه مش بيعرف يسيطر على نفسه ومش هيعرف يخرج من الحبس اللي هو فيه. فبيقول له هونج انه هيساعده يخرج من الحبس وهيساعده انه يسيطر عليه، وفعلا بيقدر هونج انه يتحكم فيه وبيخرجه علشان يساعده في الحرب. بعد شويه بيتحرك هونج ومعاه لي ومعاهم بنت تانية من طلاب المعلم لاو واسمها يينج، وبيروحوا على المقر بتاع تشاو علشان يحاربوها ويمنعوا انها تفتح البوابه. هناك بتحصل معركة قوية بينهم ومن أتباع تشاو من الشياطين وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم. وبتفاجئهم تشاو إنها قدرت تعمل غسيل مخ لشيوون وقدرت تسيطر عليه وبتخليه يحارب هونج بنفسه. وهونج بيفضل ينادي عليه وبيقول له أنا عارف إنك جوه ولسه قادر تتحكم في نفسك، لكن المعركة بينهم بتكون قوية جدا. ده بيتدخل روح الثعلب النقي علشان يساعد هونج وكل عرق الثعلب النقي في الحرب بتاعتهم.
وتشاو بتستخدم القوة السحرية بتاعتها وبتقدر انها تهزم روح الثعلب النقي. وبتبص على هونج وبتلاقيه على الارض وبتقول له انها كانت عارفة من الاول انه ضعيف، وبتستخدم سيف علشان ترميه عليه وتقتله. وساعتها بتفاجئوا ليه انها بتقف قدامه وبتاخد السيف مكانه، وبتعرفه انها ضحت بنفسها علشان هو الوحيد اللي هيقدر يهزم تشاو، وتوصيه انه ينقذ عرق الثعلب النقي من الموت. واول ما بتموت بتظهر صورة والدته قدامه وبتتكلم معاه انه اقوى مما يتخيل وان عنده موهبة كبيرة ويقدر يهزم تشاو. وتفكره بالعكاز اللي اخده لما نزل البحيرة، وتقول له ان ده اللي فيه السر وان هي اللي سابته مع الحارسة علشان لما يجي اليوم وهونج يكبر يستخدم العكاز ده علشان ينقذ عرق الثعلب النقي. وفعلا بيستخدم هونج العكاز السحري وبيبدأ يحارب تشاو. العكاز بيكون قوي جدا وجواه طاقة روحية كبيرة جدا، وبيقدر انه يستخدمه علشان يهزم تشاو. وتشاو بتقول انها مش هتموت، الحرب اللي ما بينهم مش هتخلص وتختفي. وهونج بيقول لها انها مش هتقدر تهزمهم مهما حاولوا، وبيكون واثق ان عرق الثعلب النقي عرف قوته الحقيقية ومش هيتهزم تاني. ولما بيرجع القرية وبيطلبوا منه يفضل معاهم وبيقول لهم ان لسه عنده مهمات تانية، وهو خلاص عرف قوته الحقيقية وهيطارد الشياطين في كل مكان. وفي اخر الفيلم بنشوف ملكة جديدة من ملوك الشياطين وهي بتتكلم مع الوزير بتاعها، وبيعرفها ان هونج قدر يهزم تشاو، فبتقول انهم لازم يبعتوا حد علشان يخلص عليه. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.